في قلب القاهرة، حيث يلتقي الماضي بالحاضر، يقف هذا الصرح شامخا. المتحف المصري مكان لا يضم مجرد آثار، بل يحتضن روح الحضارة امتدت لآلاف السنين. هنا تبدأ الرحلة. قبل آلاف السنين لم تكن هناك مدن ولا ممالك. كان الإنسان يبحث عن البقاء، يتنقل من مكان لآخر حتى اكتشف سر الحياة. نهر النيل، ذلك الشريان الذي منح الأرض الحياة ومنح الإنسان الأمل. لكن مصر لم تكن دائما واحدة، كانت مقسمة إلى شمال وجنوب، حتى جاء الملك مينا الذي وحد القطرين وأسس أول دولة مركزية في التاريخ. ومع الاستقرار بدأت مصر تكتب تاريخها بأحرف من ذهب. بنيت الأهرامات ليست فقط كقبور، بل كمركز للخلود. أنت الآن ترى قصة ملك عاش صغيرا وخلده التاريخ، توت عنخ آمون. كنوزه ليست فقط ثروة، بل رسالة من الماضي. واليوم بعد آلاف السنين تم جمع كل هذه الآثار في مكان واحد، المتحف المصري. التاريخ ليس مجرد حكايات، بل هو جذورنا وهويتنا، وما نحمله معنا إلى المستقبل.